السلام عليكم، مرحبا بكم معايا فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نوجدوا البصاره ديال الفول والجلبانه. كنتمنى تعجبكم. ندوزو على بركه الله المقادير وطريقه التحضير. عندي هنايا كميه ديال الفول متساويه مع كميه ديال الجلبانه، كل واحد يدير على حسابه. وعندي واحد ناخذ شويه ديال الزيت، غادي ناخذ منه واحد 2 معالق ديال الزيت، 2 معالق كبار. وعندي 3 ضروس ديال الثومه، والملحه، شويه د الملحه على حساب كل واحد، على حساب الذوق ديالو. اولا غادي ناخذ هاد الفول والجلبانه بعد ما نقيتهم، غادي نغسلهم 2 ولا 3 د المرات، كتحيد منهم داك الغبره وداك النشا. وصافي دابا غنصفيها وغنديرها في الكوكوط ديالي. هنا درتها في الكوكوط، ودابا غنزيد عليها الماء الكافي اللي غطيب لي فيه. انا عندي غير شويه ديال البصاره، ما عنديش بزاف، ما غنديرش الماء بزاف. زدت الثومه والملحه ودوك 2 معالق كبار ديال زيت العود، وصافي دابا غادي نسد عليها. قبل ما نسد عليها غادي نخليها حتى تغلى، وبقى تغلى نحيد هاد الرغوه هادي ملي تطلع. كان عليا نحيد هاد الرغوه عاد ندير الزيت. المهم كنبقى حتى ما كتبقاش هاد الرغوه تبان، وصافي وكنسد عليها ونخليها طيب. هنا من بعد ما طابت الجلبانه والفول، اللي بغى يبقى معاها هكذا يمعسها غير بالمعلقه د العود، ولا اللي بغى يطحنها. انا غادي نطحنها. صافي هنا من بعد ما طحنت انايا البصاره ديالي هكذا جات، ودابا غندير لها غندير واحد الخليط ديال زيت العود والكمون اللي غنزيدو عليها. خديت انا هنا واحد نص كاس ديال زيت العود، عندي الكاس غير صغير حيت عندي البصاره غير شويه كيف قلت لكم، واللي عنده البصاره بزاف راه غيزيد اكيد. غادي نخلط هاد الكمون وزيت العود وكنخويها في البصاره، في الطنجره يعني، وغادي نخلط مزيان. غير نكمل بالتخلاط، ما تبقاش تبان هذيك الزيت والكمون مابقاوش يبانوا. صافي وغادي نطفي. صافي هنا راني طفيت انا البوطه، وغادي نخليها واحد 5 ولا 4-5 دقائق وصافي ونسربيو. كتجي بنينه، عرفتي هكا فاش كتذوقوها ديروا داك زيت العود والكمون، كتجي لذيذه بزاف، كتجي بنينه بزاف. تشربوها هكذا واحد الزليفه كتجي واعره. صافي دابا غادي ندوز باش نسربيها. وصافي هنا راني سربيتها في الطبيصيل، وهذه هي البصاره ديالي. كنتمنى تعجبكم. زينتها بشويه ديال الكمون وشويه ديال السودانيه، الفلفله حاره يعني غبره، وكل واحد يدير اللي بغا. كنتمنى ان الوصفه تكون نالت الاعجاب ديالكم. الى عجبتكم الوصفه ما تبخلوش عليا بالاشتراك في القناه والضغط على الجرس، وبارطاجيو الفيديو مع الاهل والاصدقاء ديالكم. اكيد الى عجبتكم الوصفه. وما تنساوش ديروا جيم. يلا مع السلامه والى اللقاء، وشكرا لكم بزاف.
يلا مع السلامة.